نحن معكم وإلى جانبكم. دعني. مجلس النواب هو السلطة التشريعية، هو السلطة الرقابية. إن شاء الله يتوفق المجلس في جلساته القادمة بأن يتوخى ويتلمس هموم كل المواطنين سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا، ويوصوا بها المجلس السياسي الأعلى. وبدور المجلس السياسي الأعلى سيوجه الحكومة الذي سيقوم بتشكيلها إن شاء الله. نحن ندعو للمجلس بتوفيق إن شاء الله، وسنكون كلنا عونا في مؤسساتنا الحزبية. مسيرة إن شاء الله يوم السبت مسيرة حافلة وحاشدة وعظيمة إن شاء الله لتأييد للمجلس السياسي الأعلى، وندعمه على الخطوات التي سيقدم عليها. خطوات أكيد ستكون مدروسة، غير انفعالية، غير مقاسمة، غير محاصصة الحصص أم باكون. لا، اعتمدوا على الكفاءة والقدرة لتلك العناصر التي سيتم تعيينها في أي مكان. طبقوا النظام والقانون، طبقوا الدستور ومفرداته، دستور الجمهورية اليمنية المستفتى عليه. وإذا حد له ملاحظات يغير مواد في الدستور إن شاء الله في المجلس القادم، مجلس النواب من حقنا نعدل ونغير، من حقنا، ما فيش مشكلة، مش قرآن. ندعو للحوار، الحوار السياسي المسؤول مع كل أبناء المجتمع اليمني دون استثناء. وإن شاء الله الإخوان في المجلس السياسي الأعلى تقريبا أنا سمعت والله أعلم أنهم سيصدروا قرارا أو مرسوما يعلنوا فيها العفو العام لكل القوى السياسية الذي في الداخل والذي في الخارج، وهذه خطوة إيجابية إن شاء الله. ندعو الأشقاء في المملكة العربية السعودية إلى الحوار المباشر بينكم وبين الجمهورية اليمنية ممثلة بالمجلس السياسي الأعلى. احنا يمثلنا المجلس السياسي الأعلى. الآن هو يشكل وفد واحد، ما عادش وفدين. هنشتغل براس واحد لا راسين. أرجو أن يفهم من كلامي، راس واحد لا راسين، سيف واحد لا سيفين، سيف واحد في غمد واحد لا في غمدين. شراكة، نعم، شراكة مع كل القوى السياسية الفاعلة في المجتمع، والكفوة مش رشوة، ما بنرشي حد. من هي القيادات الفاعلة التي ستعطي بالنكران ذاك لهذا الشعب؟ نحن معه. هذا المجاملات والكذا أنا أعتقد أنها ستنتهي، يكفينا. أنا اعتذرت في خطاب من خطاباتي للشعب اليمني خلال فترة تولي رئاسة الدولة خلال 33 عام، وقلت أكيد لازم يكون للإنسان هفوات وجفوات وأخطاء، وقدمت اعتذاري للشعب اليمني، وقلت أتمنى على الشعب اليمني أن يقبل اعتذاري، لأنه التفوا حولي عدد من الفاسدين والمفسدين. أنا آسف، لا أعرف ما في قلبك، أنا أخذتك شكل هكذا لأن أعرف ما هو المضمون. مكروا ومكر الله بهم. طيب أنا أحق ما أخفيش إنه كثير فاسدين وكانوا جميلين وكلام منمق وألفاظ ومصطلحات، لكن كلهم معظمهم ذي خرجوا صفاهم المؤتمر، صفوا بسهم وطلعوا من المؤتمر. الحمد لله. يعني شوف التعددية السياسية. أنا سأتحدث يوم 24 أغسطس إن شاء الله، ودي تفاصيل إنشاء المؤتمر الشعبي العام وتكويناته وحواراته والميثاق الوطني. سأتحدث إن شاء الله في 24 عبر المسيرة كيف جاء الميثاق وما الميثاق وما إلى الميثاق، وكيف شكلنا جبهة وطنية كاملة انطوت في المؤتمر الشعبي العام كل القوى السياسية
في إطار عمل جبهوي. وجاءت التعددية وصفينا، وجاءت الأحداث في 94 وصف المؤتمر، وجاءت الأحداث في 2011 وصف المؤتمر. آخر جولة تقريبا الحين احنا في آخر جولة لتصفية من تبقى من المسؤولين داخل المؤتمر والمتصلحين. نحن في آخر جولة، آخر جولة لن تبقى إلا الروائح الجميلة، الروائح الجميلة والرجال أصحاب المبادئ والقيم والثبات. نعم، اعصبوا على بطونكم بالحجارة. نحن في وضع استثنائي، في وضع اقتصادي سيء، في وضع اقتصادي سيء. أنا أتحدث كعنصر حزبي، أنا ما لي دخل في السياسة الحكومة وهذا على الدولة. أنا أتحدث كحزبي، لكن أفهم من متابعتي أن الوضع الاقتصادي صعب، الوضع الاقتصادي صعب. فإن شاء الله المجلس السياسي يتحمل مسؤولية ويبحث عن الحلول بالتعاون مع القطاع الخاص. إن شاء الله يتوفق المجلس ونحن عونا للمجلس. وإن شاء الله أخواننا في مجلس الشورى، وهما أنا أطلقت عليهم مجلس الحكماء، أن يقدموا الاستشارات، تلو الاستشارات إلى المجلس السياسي الأعلى. التفاصيل أنه المجلس السياسي ومنهم مجلس سياسي، هذه بضاعتنا، هذه بضاعتنا. قدموا الاستشارات إلى المجلس السياسي الأعلى، وإن شاء الله يتوفق المجلس ونحن عونا له. تحياتي لكم جميعا ولمجلس الحكماء، إن شاء الله ما يقصر. أعتقد ما نطولش، الطيران بيحوم. نبشركم اليوم هذه الضربة الثالثة اليوم في سكني الخاص في الحصن في بيت الأحمر، ضربوها الساعة 7:30. يا حيا وسهلا. ضربت المضروب وقدوا مضروب معهم، كل خبير، من تهتز ولا شعر من هنا، ما تهتز ولا شعر. قال صاحب معصيمة طالما مسمعي بخير ما يمكن نتزحزح. تحياتي لكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.